أحبائي في الله، أحبائي في الإنسانية، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم أينما كنتم وحينما تواصلتم معنا، ويسعدني أن أهنئ حضراتكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على أمة المسلمين باليمن والبركات، وحج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج بيت الله الحرام. دعوات مقبولة بإذن الله لهم ومغفرة، ولكل دعوات الصائمين ربنا يتقبل من كل الداعين في يوم الدعاء يوم عرفة. وعيد الأضحى المبارك أعاده الله على كل المسلمين في كافة أنحاء المعمورة باليمن والبركات والدعاء المستجاب. الحلقة النهاردة يا حضرات هتكلم فيها عن إخوتنا في ليبيا الشقيقة، وهل أخطأ أخواتنا في ليبيا عندما ثاروا على القذافي، أم أنهم حققوا هدفا منشودا أو أملا كانوا يتمنوه لأنفسهم ولبلادهم. تعالوا مع بعض نوزن الأمور، نقيم الأحداث، نتدارس النتائج، لعلنا نستوضح الأمور ونستفيد بشكل واضح وجلي من خلال برنامجكم رؤية شخصية. تعالوا كده مع بعض نحاول الإجابة على هذا السؤال الحائر: هل أخطأ إخوتنا الليبيين عندما ثاروا ضد القذافي، أم أنهم حققوا هدفهم المنشود؟ القذافي حضرات ولد وكان اسمه بالكامل معمر محمد عبد السلام القذافي. ولد في 7 يونيو سنة 1942، وانتهت حياته بالاغتيال في يوم 20 أكتوبر 2011 عن 69 عاما. حكم ليبيا من أول سبتمبر سنة 69 إلى أن اغتيل في 20 أكتوبر 2011، وانتهى حكمه بعد 42 سنة. الحقيقة كان بيلقب دايما بالعقيل القذافي، وكان صعد للحكم لما خلع الملك إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية سنة 69 زي ما قلت لحضراتكم. الحضارات اللي احنا فيه دايما بيكون نتاج للي احنا عملناه في الماضي. إذا أردت أن تتوقع مستقبلك انظر إلى ماضيك وحاضرك، فهما مرآتان لمستقبلك. إلا إذا تغيرت إرادتك واستفدت من أخطاء الماضي وبدأت تتغير في الحاضر بتاعك كي تغير مستقبلك. الحقيقة دايما لدى أي إنسان معطيات، وبالطبع أو بالطبع يعني لازم يكون لحضرتك أهداف ومطلوبات، وعليك أن تضع خططك واجتهاداتك، ثم تتوكل على الله وتبذل مجهودك ومساعيك بإصرار وعزيمة، وعلى الله التوفيق لما تؤول إليه الأمور حسب مشيئة الرحمن. عليك أن تحمد الله على أي مردودات أو نتائج بعد هذا، فقد سلكت السلوك الصحيح الذي يتناسب مع قدراتك، وطبعا التوفيق من عند الله. الشخصية اللي احنا بصددها شخصية الحقيقة كتر حواليها الجدل. اتهموا كثيرين بالديكتاتورية والغوغائية، لكنه في نفس الوقت الحقيقة نقل ليبيا من دولة صحراوية مهملة لا وزن لها سواء على المستوى الإسلامي أو العربي أو الدولي، إلى دولة غنية ذات مستوى دخل عالي للفرد، دولة لها ثقل سياسي واجتماعي واقتصادي، دولة كان لها وزن على الأصعدة الدولية والعربية والإسلامية.
أي نعم، كان لديه يمكن بعض أو يمكن الكثير من القصورات، ولكن كانت ليبيا الحقيقة أيضا في عصره مصدر وكيان اقتصادي ناجح، ناهيك طبعا عن كان طبعا كثير من التوترات والنزاعات والقلق، وكان يعني الحقيقة في لغط كتير في سلوكيات دولة ليبيا. ليبيا يا حضرات بلد يعيش على بركة كبيرة من النفط، وهو ده اللي رفع آمال الشعب الليبي ان هو يقدر يعيش حياة الحقيقة هانئة وبسعادة وعدالة. وطبعا يعني تحقق هذا، ولكن يمكن بنسب قد تكون مرضية لبعض الناس وغير مرضية للآخرين، واعتبروا أنهم يعني أن الليبيين كانوا يستطيعون أن يعيشون في مستوى أعلى وأفضل. ولكن الحقيقة أن كان في نقلة كبيرة جدا لليبيا قبل القذافي، وليبيا في أثناء حكم القذافي خلال 42 سنة. الحقيقة طبعا كان هناك قصص وروايات وأحداث كتيرة جدا أثناء هذه أو أثناء فترة حكم القذافي، وكان الحقيقة الأحداث كانت بتتسارع بوتيرة مختلفة على مرور أو على مدى هذه السنوات. الحقيقة سعى القذافي لتحسين وضع قطاع النفط الليبي، لأنه الحقيقة أعلن أن شروط التجارة العالمية غير عادلة، وبدأ فعلا يغير في هذه الشروط، ولأن فعلا كانت الشركات الأجنبية للبترول بتاخد فايدة أكتر من الدولة الليبية اللي هي الدولة المنتجة الحقيقة. وبدأ عمل محادثات نجحت الحقيقة فعلا زاد سعر الفايدة لصالح بلاده من خلال اتفاقية طرابلس، والحقيقة أمن ضريبة الدخل والعوائد بأسعار الحقيقة تفيد البلد جدا. برضو سيطر بشكل كبير على منابع النفط وشركات النفط، أمم العديد منها لصالح الدولة الليبية. وبرضو الحقيقة خرج برصيد ليبيا الضخم من نطاق الجنيه الاسترليني، والحقيقة نقل فعلا الاقتصاد الليبي إلى مرحلة الحقيقة متقدمة جدا. الحقيقة حضرات حاول القذافي عدة محاولات جادة لإقامة وحدة مع الدول العربية، وكان هو فكره وحدوي وبيميل إلى أنه هو يقيم وحدة عربية على نهج جمال عبد الناصر الذي كان يعتبره أستاذا وزعيما للوطن العربي، وكان بيعتقد أنه هو خليفة عبد الناصر في هذا المجال بالذات. ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل الحقيقة في هذا المضمار، ووصل إلى قناعة أن فعلا الوحدة العربية شيء يعني إن لم يكن مستحيلا فهو صعب جدا تحقيقه. وكان لي مقولة مشهورة الحقيقة في هذا المجال، كان لي مقولة مشهورة زي ما بقول لحضراتكم، كان بيقول إن كلنا بنكره بعضينا وبنتخاصم مع بعضينا وبنكيد لبعضنا وبنشمت في بعضنا، وإن مفيش حاجة بتجمعنا أبدا إلا القاعة دي. وكان بيتكلم في إحدى اجتماعات الدول العربية في جامعة الدول العربية. كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه.
كانت مواقف القذافي الحقيقة واضحة بتأييده ومساعدته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. والحقيقة كان عضو في الكوميسا اللي هي طبعا السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. الحقيقة إن القذافي فعلا كان مخلي نسبة الفقر في ليبيا تساوي صفر. وكان الحقيقة بيوفر أفضل المرافق لمواطنيه من مستشفيات ومدارس وتعليم وبعثات للخارج وعلاج بالخارج. الحقيقة وهي الحقيقة نقطة يمكن أنصفوا فيها بعض الناس ولم ينصفوا فيها آخرين. نقدر نقول يا حضرات إن ليبيا في زمن القذافي اقتصاديا كانت واحدة من أكثر الدول نموا اقتصاديا باستغلالها لثروات البلاد الهائلة من النفط. وكان القذافي الحقيقة يمتلك علاقات قوية مع بعض القادة العالميين. العلاقات ديت الحقيقة أسهمت بفراره من الكثير من الأزمات، وكانت ليبيا الحقيقة بتعيش أمن واستقرار إلى حد كبير جدا، على الرغم من أنها الحقيقة كان الداخل الليبي له تعقيداته الأمنية الكبيرة. يعني نقدر نقول الحقيقة إن القذافي كان كريما للغاية مع شعبه، وفي نفس الوقت كان عنيفا للغاية معهم، أو بمعنى أدق عنيفا مع معارضيه. يعني نقدر نقول فعلا ان في عهده ارتفع معدل نصيب الفرد الليبي الى الحقيقة معدل عالي. زادت برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، وفعلا حققت ليبيا اعلى معدلات ومعايير التنمية مقارنة الحقيقة بجميع الدول الافريقية حولها. وظلت ليبيا خالية من الديون تماما وخالية من الفقراء ايضا. الحقيقة ان معمر القذافي زي ما انتم عارفين قام بثورته سنة 69، تزعم حركة الضباط الأحرار الوحدويين من أجل تحرير ليبيا في ما سمى بثورة الفاتح. قاد القذافي الثورة ضد الملك إدريس السنوسي ونجحت ثورته. طالب بعدها القذافي بخروج الإنجليز من ليبيا، وأمم الحقيقة البنوك والمؤسسات والمستشفيات، ويمكن في خلال سنة كان مسيطر على الكثير من الأمور في البلاد. وبعد كده نجح في تأميم النفط. الحقيقة بدأ رحلة الصعود بالدولة الليبية. حول فعلا ليبيا من دولة صحراوية في قلب أفريقيا إلى الحقيقة دولة حديثة. وفي نفس الوقت الحقيقة كان ليبيا دولة فارقة، وعلى مستوى سواء الأفريقي أو العالم الإسلامي أو العالم العربي، وعلى المستوى العالمي بشكل عام. الحقيقة نفوذ القذافي بدأ يزيد بمرور الوقت، وأصبح الحقيقة دولته في نمو، وتحول في العلاقات بتاعته إلى الاتحاد السوفيتي تاركا الغرب. والحقيقة كان بيبدو منه الحقيقة العنف والكره للغرب عموما بشكل عام، وده يمكن الحقيقة كان ليه مردودات بعد كده عليه. وفي فبراير 2011 وفي أعقاب الثورات العربية التي بدأت في تونس ثم في مصر، بدأت الاحتجاجات ضد حكم القذافي الحقيقة تتصاعد، والوتيرة بتاعتها تزيد. وصلت إلى انتفاضة واسعة في جميع أنحاء ليبيا. والحقيقة طبعا حلف الأطلنطي كان يعني يمكن له أدوار في إشعال الفتنة والتوترات، لأن طبعا اعتبروا أن القذافي كان ضدهم في أكثر من موقف،
فتح المجال لروسيا على حساب الغرب، فبدأت طبعا حساباتهم ليه. أيضا تسبب القمع العنيف لهذه المظاهرات والتوترات إلى حقيقة تشكيل حكومة معارضة مقرها كان بني غازي، والحقيقة سميت بمجلس المجلس الوطني الانتقالي، وأدت إلى نشوب الحقيقة حرب أهلية في أنحاء ليبيا كلها، والحقيقة ادت المجال للتدخل العسكري من الخارج من قبل قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلنطي. وتم فرض قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لحظر الطيران ولحماية المدنيين الليبيين، وتم الحقيقة تجميد أصول القذافي والعيلة بتاعته مع مذكرة توقيف لمعمر القذافي نفسه وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات بتاعه اللي هو عبد الله السنوسي بأحكام الحقيقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. القذافي خسر الحقيقة الكثير من قواته في معركة طرابلس في أغسطس 2011، وفي سبتمبر من نفس العام حجز المجلس الانتقالي مقعد ليبيا في الأمم المتحدة بدل من معمر القذافي. انكمش القذافي وقواته إلى مدينة سرت وبني وليد وأحكم السيطرة عليها، إلا أن تدخل قوات حلف الأطلنطي استطاعت الحقيقة أنها تدمر قواته الشخصية، ومهدت لاعتقاله ثم قتله على أيدي أفراد من جيش التحرير الوطني الليبي. واغتيل معمر القذافي يوم 20 أكتوبر 2011، وبهذا قتل معمر القذافي وانتهت مدة حكمه التي امتدت إلى 42 سنة، وهي الحقيقة المدة الأطول في تاريخ ليبيا منذ أن كانت ولاية عثمانية سنة 1551 الحقيقة. وبرضو يمكن من أطول الفترات بتاعة الحكم للحكام غير الملكيين في التاريخ. الحقيقة دي كانت نهاية مدة حكم القذافي التي طالت كما قلت لحضراتكم 42 سنة، وبعد معارك طاحنة بين الثوار من جهة ومقاتلي القذافي من جهة. الحقيقة طبعا طائرات الناتو كانت بتدعم الثوار وتلاحق قوات القذافي، ويمكن هي اللي كانت وراء انهيار قواته وهزيمته، وكانت زي ما قلت لحضراتكم نهاية حكمه ويمكن نهاية حياته كمان يوم 20 أكتوبر سنة 2011. هكذا نجح ثوار ليبيين في القضاء على حكم القذافي وإسقاط نظامه بمعونة غربية. ولكن هل تحقق ما يريدون من هذه الثورة؟ تعالوا نشوف مع بعض. ليبيا حضارات الحقيقة دخلت متاهة بل متاهات من الصراعات والتقلبات، ولم يأتي إلى ليبيا حتى الآن وبعد مرور حوالي 12 سنة على مقتل القذافي وانتهاء حكمه لم يأتي رئيس وافق عليه كل الليبيين، وبدلا من الرئيس بات هناك عدة رؤساء، وبدل من الجيش أصبحت هناك عدة جيوش. والحقيقة الدول الأجنبية بتسرح وتمرح في ليبيا كل له مطامعه. الحقيقة حولت سنوات الحرب في ليبيا التي أعقبت مقتل القذافي، والتي كانت تملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا إلى من بلد ينعم بالوفرة وينعم بالاستقرار النسبي إلى اقتصاد منهار الحقيقة
تحول أيضا سكانه إلى فقراء ومعدمين ومشردين، حيث الحقيقة كمان نقدر نشوف مع بعضنا. يمكن أي واحد يروح دلوقتي في ليبيا يجد منظر الحقيقة مؤثر جدا وصعب جدا، لما تلاقي رافعات ضخمة للبترول تهلكت والصدأ ملاها، ومشاريع كتيرة جدا الحقيقة توقفت في الاستكمال، وغزتها الأعشاب الحقيقة. فأصبح حقيقة شكلها ومشهد الحقيقة مؤذي جدا للعين، وأصيب الاقتصاد الليبي إصابة كبيرة، وأصبح جامدا مشلولا كما وصفته حتى وكالة الأنباء الفرنسية. زي ما قلت لحضراتكم، انتشرت في ليبيا مشاريع كثيرة جدا مهملة، قيمتها حقيقة مليارات من الدولارات. الحقيقة كان طبعا الفترة أثناء حكم القذافي كان في مشاريع كتيرة وشركات أجنبية وعالمية عملاقة بتعمل أو بتنفذ هذه المشاريع، ولكن كل هذا انهار تماما، وأصبحت الحقيقة شبه الحقيقة أطلال مع انعدام الاستقرار والحقيقة هذه الحروب الطاحنة التي أطاحت بالبلاد إلى مستنقع كبير جدا. فالنشاط الاقتصادي في ليبيا أصبح الحقيقة رهن انقسامات سياسية عميقة بين سلطتين متنافستين، والحقيقة برضو ان في برضو سلطات اخرى ولكن اقل حجما، كلهم بيتنازعوا وللسيطرة على الهلال النفطي الواقع في منتصف المسافة بين طرابلس العاصمة وبين بني غازي. والحقيقة أصبح الموضوع عبارة عن نزاع وحرب أهلية الحقيقة بين طرفين، سواء اللي هم جبهة الوفاق أو جبهة المشير خليفة حفتر. الحقيقة نقدر نقول أن الدكتاتور القذافي قد رحل، وبعد 12 سنة من رحيله ليبيا الحقيقة أصبحت في الحضيض. والحقيقة يمكن كان حكمه في تسلط وفي ديكتاتورية وبعض الغوغائية وبعض السلوكيات اللي هي دخلته في مشاكل كثيرة مع عدة دول في العالم، ولكن سلطته محاسنه وذنوبه ذهبت معه. لكن ليبيا اليوم وبعد 12 سنة من نصر الثوار على معمر القذافي الحقيقة لم تصل إلى شيء. الحقيقة لم تحقق ما كان يجب أن يتحقق وما كان يحلم به الثوار. إذا كنتم توافقوني فوافقوني، وإن كنتم تخالفوني فلكل رأيه ووجهة نظره، وهذه فقط رؤية شخصية. يعتقد البعض أن ليبيا كسبت حريتها بعد سنوات الاختناق، ولكنني وبرؤية شخصية أرى أن الليبيين ولو كان القذافي ديكتاتورا أو له بعض الغوغائيات أو بعض السلوكيات التي قد سببت مشاكل لليبيا الحقيقة، ولكنه رغم كل هذا كان يحتفظ لليبيا بكيانها، باقتصادها المرتفع، بمستوى دخل كبير للفرد، بحياة آمنة، بكيان وسط الدول. الحقيقة مكاسب كانت كتيرة جدا مقابل سلبياته أو عيوبه، وهذه طبعا وجهة نظر قد
يوافقني فيها البعض وقد يختلف معايا فيها البعض، ولكن ما يراه أي إنسان رؤى العين، أين ليبيا الآن؟ وهل تحقق ما كانوا يأملون وما كانوا يرغبون، وما يقولون الحرية والاقتصاد وأن الشعب الليبي يستحق حياة أفضل من هذا؟ هل هذه حياة أفضل؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عليه كل أخ ليبي شقيق. هل يا حضرات ليبيا أثناء حكم القذافي بكل عيوبه وديكتاتوريته وغوغائيته والمشاكل، بعض المشاكل التي كان الحقيقة يتسبب فيها مع بعض الدول في العالم، هل كان عصره أفضل أم العصر الذي تعيشه الآن ليبيا؟ والإجابة يجيب عليها أفراد الشعب الليبي الشقيق. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الشعب الليبي الشقيق إلى ما فيه خيرهم وعزهم وحريتهم، وأن يرفع الله من شأنهم، ففي رفعتهم رفعة لكل أخواتهم في الوطن العربي الشقيق، وفي قوتهم ومناعتهم واستقرارهم وأمنهم أمنا لنا جميعا. وفق الله الأمة العربية لما فيه خيرها وصلاحها وقوتها وعزتها ومنعتها. ووفق الله الجميع، وكل الدعوات الطيبة لجميع أفراد الشعوب العربية بالنجاح والتقدم والاستقرار والأمن. وفق الله الجميع. كان معكم جمال رضوان، تحياتي لحضراتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.